هل جربت أن تستيقظي صباحاً تنظرين في المرآة لتجدي أن وجهك تحول إلى ساحة معركة صغيرة، حبوب جديدة، بقع قديمة واحمرار لا تعرفين من أين أتى؟ كلنا مررنا بتلك اللحظة التي نشعر فيها أن كل الجهود ضاعت هباء، وأن البشرة لا تريد أن تتعاون معنا أبداً. لكن الحقيقة أن علاج الحبوب ليس مستحيلاً. في هذا الفيديو سنسير معاً خطوة بخطوة نحو بشرة صافية ومتوازنة. لماذا تظهر الحبوب أساساً؟ الحبوب لا تظهر عبثاً، هي رسالة من بشرتك تقول: أنا متعبة، أحتاج توازناً. فالأسباب كثيرة وبعضها خفي جداً. الأسباب الخارجية: استخدام منتجات دهنية أو غير مناسبة لنوع البشرة، النوم بالمكياج أو تنظيف البشرة أكثر من اللازم، لمس الوجه باستمرار أو فركه بالمناشف، التعرق المفرط أو الرطوبة التي تغلق المسام، الوسائد وفرش المكياج غير النظيفة. الأسباب الداخلية: اضطرابات الهرمونات خصوصا قبل الدورة الشهرية، تناول السكريات والأطعمة الدهنية بكثرة، قلة شرب الماء، التوتر والقلق الدائم. نصائح لعلاج الحبوب من الداخل والخارج: اشربي لترين من الماء يوميا. الترطيب الداخلي أهم من أي كريم. قللي السكر الأبيض والمقليات، فهي من أكثر مسببات الالتهاب في البشرة. خففي من الحليب ومشتقاته. نعم، بعض الناس بشرتهم تتحسن فور تقليل الألبان. زيدي الخضار الورقية والفواكه الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ والجرجير. نامي مبكرا. البشرة تصلح نفسها أثناء النوم العميق. اهتمي بصحتك النفسية. تذكري أن التوتر يظهر أولا على الجلد. استخدمي منشفة مخصصة لوجهك فقط واغسليها كل يومين. بدلي غطاء وسادتك مرتين أسبوعيا. لا تبالغي في التقشير، يكفي مرة واحدة أسبوعيا. استخدمي واقي شمس غير دهني يوميا حتى داخل البيت. لا تلمسي وجهك أبدا أثناء النهار. علاج الحبوب ليس منتجا سحريا، بل عادات صحية متكررة تغير كل شيء ببطء وثبات. منتجات فعالة من iHerb لعلاج الحبوب: Cosrx Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser، غسول كوري يحتوي على حمض الساليسيليك بنسبة خفيفة، ينظف المسام بعمق ويمنع تراكم الدهون. طريقة الاستخدام: ضعي كمية صغيرة على وجه مبلول ودلكي بلطف لمدة دقيقة ثم اغسليه بماء فاتر. ديفرين جل. الوصف: جل طبي يحتوي على مادة أدابالين مشتقة من الريتينويد، تقشر الخلايا وتمنع انسداد المسام. طريقة الاستخدام: ضعي طبقة رقيقة لينا فقط على البشرة الجافة بعد الغسول. استخدميه 3 مرات أسبوعيا أولا، ثم يوميا بعد التعود. كوز دي باها EZ سيروم، أزيليك أسيد 10%. سيروم يحتوي على حمض الأزيليك الذي يقلل الإحمرار، يفتح آثار الحبوب ويوازن الزيوت. السعر حوالي 45 ريال سعودي، ما يعادل 12 دولار أمريكي. وآخر منتج معانا هو إيونيك سنتيلا كالمينج جيل كريم، مرطب جل طبيعي يحتوي على السنتيلا الأسيوية، وهي نبتة مهدئة للبشرة الملتهبة. السعر حوالي 5 ريال سعودي، ما يعادل 13 دولار أمريكي. الوصفات الطبيعية: الوصفة الأولى: قناع العسل والقرفة لتنظيف المسام. المكونات: ملعقة صغيرة عسل طبيعي، ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. امزجيهما جيدا وضعي القناع على الوجه 10 دقائق ثم اغسليه بماء فاتر. تونر البرتقال وماء الورد لتفتيح آثار الحبوب. المكونات: نصف ملعقة عصير برتقال، 3 ملاعق ماء ورد. امزجيها وخذي قطعة قطن، بلليها بالوصفة ومرريها على الوجه بعد الغسول. تنبيه: لا تستخدميها مباشرة قبل التعرض للشمس. الوصفة الثالثة: ماسك الشوفان والعسل والزبادي لتهدئة البشرة. المكونات: ملعقة شوفان مطحون،
ملعقة عسل وملعقة زبادي. اخلطيها حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعيها على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليها. كرري هذه الوصفات 2 أسبوعيا وستلاحظين فرقا واضحا في صفاء بشرتك. الأخطاء الشائعة التي تفسد علاج الحبوب. حتى أفضل الروتينات قد تفشل بسبب أخطاء بسيطة نقوم بها دون أن نشعر. استخدام منتجات كثيرة في نفس الوقت. كثرة الأحماض والمقشرات تجهد البشرة وتفقدها توازنها. الجفاف يزيد إفراز الدهون وبالتالي الحبوب، وبالخصوص البشرة الدهنية. فرك الحبوب بالأصابع أو عصرها. كما ذكرنا هذا يسبب ندبات دائمة وانتشار البكتيريا. تذكري، البشرة ليست ساحة تجارب، امنحيها الصبر والوقت وستكافئك بالنقاء.